النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نفحص علبة الفيوزات، والفيوز التالف هنعرفه ازاي وهنحل المشكلة ان شاء الله. تمام، دي علبة الفيوزات الخارجية اللي جنب البطارية وفي منها داخلي. تمام، هنفتح العلبة كده اهو من المكان ده اهو، بص كده اهو. تمام، نشده كده اهو. العلبة دي يا شباب فيها ده المشبك ده بنطلع بيه الفيوز ايه التالف. تمام، ده مكانه كده اهو. وهنا يا شباب في كل فيوز وكل رقمه، يعني فيوز السنتر هتلاقينا، فيوز السيلف هتلاقينا، فيوز الهورن هتلاقينا، كل واحد تمام مكتوب مثلا هورن هو رقم 12 اهو. تمام، هتشوف ايه 12 هنا مثلا ايه، هتلاقيه رقم 12 15 امبير، هتلاقيه واحد ايه من ال 15 دول بتاع الكلاكس. تمام، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا الاساسي ان هعلمك ازاي تفحص ايه الفيوز. هتجيب لمبه تمام، تمسك السالب بتاعها في البطاريه. تمام، وتفتح سويتش كونتاكت وتجرب. انا جربت كده ايه، اللمبه نورت معايا. تمام، اللمبه بتنور معايا. لو نورت هنا ما نورتش هنا يبقى الفيوز ده ايه تالف. تمام، الفيوز ده تالف. كده نور كده، الفيوز ده سليم كده ايه، نور اهو بعده الفيوز ده سليم. تمام، هنجرب هنا برضه اهو. تمام اهو، شوف اللمبه سليم اهو، سليم. تمام، دي طريقة يا شباب فحص علبة الفيوزات بتاعت السيارة.